السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل الشيخ العطارين بجمصة. النهاردة الحلقة الثالثة من حلقات كيفية شراء البهارات من الألف للياء. دي تقريبا ممكن تكون الحلقة الأخيرة أو لسه في حلقة كمان المرة الجاية تبقى أخيرة عشان نبدأ الخلطات بتاعتنا. هنبدأ النهاردة بأول حاجة، ويمكن أول ناس كتير أوي ما تعرفش عنها حاجة، وهي حاجة اسمها تين الفيل أو الهيل الدكر. الهيل الدكر ده من الحاجات اللي هي جميلة جدا، بتستخدم في السبع بهارات، ويمكن دي من اسرار السبع بهارات. ده شكله اهو، حبايته كبيره زي الحبايه اللي موجوده جوه الحبهان بس كبيره شويه. الزيت بتاعه بيستخدم في المفاصل بطريقه علاجيه حلو جدا كمان يعني. نروح بعد كده للسماق. هو بيبقى لونه يعني محمر مد على نبيتي. الناس تقول لي انا بشتري لونه احمر. اللي بيشتري لونه احمر ما ينفعش يبقى لونه احمر، هو لونه بالشكل ده كده حصى، وده المطحون بتاعه. السماق من الحاجات اللي هي بتدي مزازه حلوه، وخصوصا في الشاورمات. لو حد مثلا عايز يدبل بصله او هيتبل فراخ او الحاجات اللي هي هتستخدم على جريلات. ده الزنجبيل. الزنجبيل هو المجفف، بيبقى بالشكل ده وبيتطحن. رجاء الزنجبيل من الحاجات اللي هي بتتغش بطريقه قويه جدا، وخصوصا بدقيق الذره. فلو هتجيب جنزبيل مطحون يبقى رجاء يكون من مكان موثوق منه، ان هو من الحاجات الحلوه جدا، من الحاجات الحاره اللي هي بتدي نفاذيه للبهارات. تعالوا بقى نروح لحاجه تانية، زر الورد. زر الورد من الحاجات اللي هي بتدي نكهات قويه جدا للشوربه، والمطحون مع الفلفل الاسود بيدي ريحه عاليه. يعني هو المفروض ان هو بيكون طازه، بيبقى اللون بتاعه بالشكل ده. في منه بيبقى مدي على اسود او باهت او مدي ناحيه البياض، وده بيبقى قديم ورجاء محدش يستخدمه اصلا. تعالوا بقى نروح لليانسون النجمي. من الحاجات اللي هي بتدي منكهات وبتشد الزفاره، وممكن تستخدم في الحاجات اللي هي السمينه زي مثلا نقول ايه الضاني. من الحاجات اللي هي جميله جدا في ريحه شد الزفاره بتاعت الضاني هو والخلنجان. ده الخلنجان العربي. موجود منه نوع تاني اسمه خلنجان شرايح، وده اقل جوده واقل كفاءه. لو احنا مثلا بنتكلم في ده 600 700 جنيه، التاني تلاقيه 200 جنيه، حاجه كده ملوش لازمه. من المنكهات العاليه جدا، بيشد الزفاره، حار زيه زي الزنجبيل بل اقوى واشد. حلو جدا في موضوع الشوربه، وخصوصا الحاجات اللي هي فيها ريحه زفاره زي ما احنا قلنا الضاني، زيها زي اليانسون النجمي. ده شكل اليانسون النجمي التعبان او اللي هو القليل. لو لقيته بالشكل ده بلاش تشتريه. هو المفروض ان هو يبقى صحيح، يبقى حبايته سليمه زي كده، وخصوصا الفص اللي هو موجود جواه ده، لكن بالشكل ده سيبك منه. ده ورق الغار او اللوري زي ما احنا بنقول. من الحاجات اللي هي المنكهات العالية، وخصوصا في الشوربة، وفي ناس بتطحنه كمان مع الحبان عشان يدي تيست عالي. بيدي لون اخضر جميل، ريحته حلوة قوي. بس بيتغش حاليا برضو بورق القرفة. انا رسمتها عشان انا ما عنديش ورق القرفة. ورق القرفة بيبقى ورق طولي، التعريقة بتاعته بالطول بتبقى بالشكل ده، لكن ورق الغار بيبقى بالعرض زيه زي اي ورقة شجر بالشكل ده اهي، مميزة. لكن ورق القرفة بيبقى بالشكل ده. تعالوا بقى نروح للحاجات اللي فيها لعب، يعني ما شاء الله ما شاء الله. ده البصل الشرايح، واغلب زبايني بيستخدموه زي ما هو ويطحن، ويستخدموه في التتبيل. اللي عاوز يستخدم البصل البودر يطحنه، يعني هيديله سنة نشا مثلا عشان ما يكتلش معاه، ويبقى بالشكل ده. ريحته قوية جدا ونفاذية وجودة زي ما حضراتكم شايفين. برضو موجود منه التوم. الناس اللي هي حابة تستخدم حاجة صحيحة، حاجة نظيفة، وهتلاقيها موجودة عند أي عطار، مش شرط إن هي عندنا إحنا بس. نقدر نوصل لأي مكان على فكرة لو حد محتاج حاجة. التوم ده برضو بيتطحن مع سنة نشا صغيرة ولا حاجة، ويبقى بصل بودر، توم بودر جيد الريحة. لأن التاني الوقت هو ما هو عبارة اللي عن دقيق وشوية زيت وقصنص توم وقصنص بصل، ملهمش علاقة خالص بالبهارات. والله اغلب الاشياء دلوقتي بقت موجوده، بقى في مستخلص قرفه، مستخلص قرنفل، مستخلص زنجبيل. كل ده روايح بتتحط على دقيق او بتتحط على نشا مخلوط، وبتديني بهارات بالشكل ده. نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعت النهارده. عطاره شيخ العطارين، جمصه، منطقه المروه.
بجوار البريد، اول شارع البريد. لو حد محتاج حاجه نقدر نوصلها له، هنسيب رقم التليفون. ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.